لو وصلتِ معايا للحلقة ال7 دي وما اتفرجتيش على ال6 حلقات اللي قبل كده، أنتِ هتندمي هتخسري كتير جدًا، مرجع مهم هيبقى ليكم جدًا لأي ست بيت بسيطة عايزة تجدد الأنتريه بتاعها. تعالوا بقى النهارده في شوية حيثيات حلوة جدًا ومهمة جدًا، عشان إحنا مش بنشد قماش وخلاص يا جماعة الأنتريه، لا، لا، لأ، في finish كده وحاجات ضيقة أوي لازم نضبطها. اللي عايز يعرف ان احنا وصلنا للمرحله دي ازاي، عندكم بقى الحلقات اللي قبل كده 6 حلقات خلاصه بهاريس كده يا جماعه، بجد انا بسميهم كده. اتفرجوا عليهم عشان تعرفوا وصلنا للمرحله دي ازاي. زي ما انتوا شفتوا المرايه غطيناها كلها بسفنج، وكمان اديناها طبقه فايبر. تمام، ولفينا كده الفايبر لجوه شويه، وكمان لفيت فوقيها قماش على قدها بالظبط. انا القماش عندي زي ما قلت لكم جايبه 14 متر على القد الكنبتين بالظبط. خلوا بالكم من الفينش هنا بتاع الجنب انا بعمله ازاي. بدخل كده زي سايبه قماشه للمرايه، طبعا انا مدبسه كل ده الاول من تحت آه، بالعرض او الواجهه بتاعه الايه الكنبه من تحت. سبت الزاويه لاخر حاجه للفينش بتاع اخر حاجه خالص، لان طبعا بسيب الحاجات دي في الاخر آه، على طول، عشان بحس دايما بيبقى ليها ايه حسابات كده في الاخر. هي دي المسؤوله عن البدايه والنهايه للشغل يعني في المنطقه دي. خلاص ابتديت زي ما انتم شايفين القماش ده كله انا يعني سرقته كده في القماش نفسه بتاع الانتريه. كان في فكرة تانية حلوة ان انتوا توصلوها على المكنة الاول قبل ما تدبسوها في الحتة المراية دي، وتطولوها باي قماش تاني، يعني اي قماش تاني مثلا مخالف، وتدبسوها في ظهر الكنبة. المهم انا دماغي بقى جابتني ان انا اعمل الجزئيه دي كده اشبكها في القماش نفسه. اللي عايز يعمل كده هتبقى حلوه، واللي عايز نعمل كده هتبقى حلوه. انا قلت اوفر شويه في ايه، في موضوع القماش. وكده خلاص انا شدتها زي ما قلت لكم الجزئيه اللي على الحرف دي، انا ثبتها في الاخر. بصوا ازاي، يعني انا مدبساها من تحت ومن فوق عاملاها بالسرفله. تمام، والجزئيه اللي جوه المتنيه دي انا سايباها ابقى اثبتها بالشمعه واسيبها كده عادي. طول ما هي مشدوده تبقى تمام. خلاص الدراع بقى هنا انا قلت لكم القماش كان مقصر معايا في كنبه واحده، واتعلمت في الكنبه اللي بعدها. فرحت عامله ايه، رحت مشبكاها برضو بالخيط، وشديت طبعا القماش عشان يبقى ايه ما يبقاش يعني ايه مرخي معايا. تعالوا بقى عند الجنب هنا بقيس الطول والعرض وازود من كل جهه. خدوا بالكم بتاع حسب يعني مثلا 4 سنتي 3 سنتي. وادي القماش اهو كده انا قصيته معايا. انصحكم القماش يعني مثلا الجنب ده مش تقصوا الاربعه بالمره للكنبتين، لا قصوا كنبه كنبه، عشان لو موضوع عجز معاكم في حاجه او كده تتعلموا في الكنبه اللي بعد كده. الجزء ده اللي انا فاتحاه عشان في خشبه جوه انا هدبس فيها نهايته اول القماشتين اللي فوق واللي في ايدي دي. تمام، وبعد كده ابتدي بقى كده من الجنب من الظهر. انا ببتدي بقى ادبس القماشه بتاعتي. بصوا عامله ايه، بصوا ازاي لغايه تحت. طبعا انا مزوده زي ما قلت لكم داير ما يدور. وهنا هو ده الظهر، اكمل للاخر. واللي عايز اي معلومه آه، بخصوص الدباسه دي قولوا لي، عايزه تعليقات كده كتير هعمل لكم فيديو تشتروها ازاي ومنين وكل حاجه عنها. خلاص نبتدي بقى نجيب الدبار. اللي هو ده اللي كانت فيه معلومات حلوة عنه في فيديو منفصل عن الخامات، موجود من ضمن الحلقات اللي عملناها قبل كده مع بعض. نشد القماش كويس جدا، ما يبقاش مشدود قوي ولا مرخي، عشان بعد كده الحاجات دي بتلين، ما تحسيش كده ان هو مرخي شكله مش لطيف على الانتري. زي ما بقول لكم دايما في كل شد قماش. خلاص بصوا كده الطول اللي دبسنا وراه الدبوس ورا القطان كده، وانا مدخله القطان كده سحري كده عشان منه وداري ومدلي. انا قصه كده حوالين المربع بتاع الرجلين، دبسته من تحت وهرجع ادبسه من هنا. شايفين، عشان نعمل فينش حلو قوي للرجلين. عشان كده بقول لكم نهتم دايما بالفينش، والجزء اللي فوق ده انا هدبسه برضو بالخشبه. تمام؟ يبقى هي الحيثيات الصغيرة دي اللي هتظبط قوي معاكم شكل الانتريه بتاعكم، ويبقاش اي كلام. يعني الحاجات الصغيرة دي بتفرق، صدقني صدقوني جدا في قيمة الانتريه. وكده خلصت المراية بتاعتي وخلصت الجناب. تعالوا بقى الحتة وحيثية كده مهمة جدا. خط القطان حوالين الداير بتاع الجزئية دي اللي قلت لكم قبل كده، هي هنحط لها زي حلية. وطبعا المقاس اللي خدته عملته على 2، يعني عملته على الرجلين الاتنين بتوع الكنبة. بصوا جميلة ازاي الكنبة ان شاء الله. الحلقات اللي جاية هوريكم الشكل النهائي، وهنحسب مع بعض فيديو منفصل زي ما قلت لكم ازاي تقيسوا بالظبط القياس بتاع تاخدوا قياس قماشكم صح، يعني على اساس تشتروا بيه.
خلاص، وخدت هنا الطول دي طبعا قصاقيس، خدت عليها الطول وعرض مناسب على قد الدبار بتاعنا، الطول اللي انا خدته تمام على قدها كده بالظبط. طيب اللي انا بعمله ده بديل لشغل المكنه. يعني القطان ده طبعا المنجدين عارفين ان هو بيتعمل على المكنه بس بدواسه معينه، هي رخيصه جدا بس بعيده قوي، ما قدرتش انزل اجيبها، فقلت امشي نفسي واعمل الحركه دي هنا بالابره والخيط. وهقول لكم بديل تاني دلوقتي، وانا اسفه لو في صوت زقزقه كده في الخلفيه، ده العصفور بتاعي متضايق شويه مني، فتلاقيه بيزقزق زقزقه غريبه مزعجه كده زي دلوقتي اهو. تمام. طيب ايه الحيله التانيه بقى لو انت مش عاجبك الابره والخيط بتاخد منك وقت وزي ما قرفتني كده بالظبط؟ مسدس الشمع تمام جدا، بس تكوني قصه القماش على القد. بصوا، لما اديتها كيرف كده كانت جميله وعجبتني. فبناء عليها انا بقول لكم بلاش تستخدموا ابره وخيط، بس اللي يريحكم. خلاص، خلصت خلاص، ابتدي بقى الزق وانت بتحطي اللزق الشمع بتاعك في المنطقه دي، وخلي بالنا زي ما قلنا من الشمع ما يبقاش زياده او سايل، يعني على القد كده بالظبط عشان ما يطلعش زياده عن الشغل بتاع القطان يعني، عشان ما يبوظش الشكل، حرام تعبانين في الحاجه يا جماعه. وبعد كده مشرط كده، ويبقى في ايدك اي زياده تلاقيها زي كده شيليها، وخلي بالك من قماش، شغل حرام. جرحه صغيره تبوظ وايه نتضايق ونحزن على ايه، تخلي بالنا. خلاص، لفيناها داير ما يدور بالشمع، والزياده من هنا نحطها جوه كده ونشيل بقى بالمقص كل زياده. بصوا الايدين مظبوطه ازاي وحلوه، نشكر الله. كنت بستعين طبعا بربنا دايما، واللي بيجتهد ليه نصيب في الاخر، يعني بيبقى عايز يجتهد بجد وما بيهموش تعبه، اهم حاجه النتيجه، ربنا بيقف معاه قوي يا جماعه. فاطلبوا ربنا دايما وانتوا شغالين كده في الحاجه، ولو رب ساعدنا صدقوني هيفتح لكم بصيرتكم وتعملوا احلى حاجه باذن الله. وبعد كده ابتدي بقى اجيب المسامير الحلوه قوي دي، بقى شفتها بقى في انترهات غاليه جدا وكانت عجباني، وفرحت قوي لما لقيتها عند الراجل بتاع السفنج، عنده كده الادوات دي هناك اللي كنت بشتري منه السفنج. العلبه مش غاليه، ب 30 جنيه، فيها كميه كبيره جدا تعمل لك انتريه ونص يعني تعمل لك كذا ايد. وابتديت اظبط المسافات بتاعتي وادقها، انا كنت حاطه بس زي سفنجه لازقاها على الشاكوش عشان ما يجرحش المسمار بتاعي. النوعيه دي حلوه جدا، اعملوا سكرين شوت على العلبة، اسمها الدب تقريبا، لونها هادي مش اللي هو الذهبي الزاعق. حديد طبعا حلوة. خلوا بالكم عشان الدقة بتفرق، ممكن تعوجوا يمين ولا شمال هتتضايقوا، هتضطروا تشيلوه بالمفك، بس هو بيتشال بسهولة يعني، هتضطروا تشيلوه هكمل بقى كل الدراع معايا، وهعمل برضو الكنبتين، وبرضو هعمل الكرسيين لما نيجي نشتغل فيهم. تقريبا خلاص كده الكنبه خلاص خلصت، فاضل بس الشلت. هعمل لكم فيديو منفصل عشان دي ليها قياس وخياطه بقى على المكنه، بس برضو لازم عشان الامانه هعملها لكم في فيديو منفصل واقول لكم كل حاجه. انا بقول لكم كل حاجه عشان عايزه افيدكم، مش اعمل فيديو قصير يلم مشاهدات كتيره واجري. فمستنيه دعمكم على الافكار بتاعتي والسلسله كلها. انتظروني في الاجزاء اللي جايه. باي باي، سلام.